كده اكتشفت ان البتاع بيسرب بصوا يا جماعه، لقيت مرقده فار. بصوا فطبعا انا مش هرمي الخرطوم، انا هوريكم انا لما في الحاله دي بعمل ايه. طبعا مهما نحط كرتون واي حاجه ما بتنفعش، بتدوب بالميه. فهنعمل ايه؟ انا طبعا عندنا اهي في حته هنا زياده، دي ودي بقى لازمتها ايه؟ انا بفكر ان انا مثلا ايه، ان انا هاجي هنا اهو هقطع من هنا وهقطع الحته دي، اي قطر عندك كده او صفحه اي حاجه عندك، او صفحه منشار، اي حاجه بتاع جوزك، فانت ايه اتصرفي. طبعا انت بتبقي قاعده مش هتستني، طبعا هتغسلي هيسد نفسك، فانت صرفي نفسك. بس خساره كل حاجه غاليه، فانت لازم ايه تستفادي بكل حاجه. احنا قطعنا هنا، هنيجي بالمنظر ده اهي، هتيجي هنا عند اخر حته هنا، هتيجي بالقطر كده. خلي بالك بقى عشان ايه القطر بيبقى حامي، تاخدي تمام. خدنا الحته دي، هتجربي الاول لان هي الخراطيم بتبقى بمقاسات. تمام، انت طبعا هتنضفيها وتظبطيها، بس هنا مش هتخش. العكس بقى، اللفه التانية اللي هي ايه بتصفي منها، هتشيلي طبعا دي، هتتشال. هي المفروض هنقيس الاول، هتشوفي دي داخله فين. يبقى دي اللي هتخش فيها. بصوا يا جماعه، دي هتخش في دي، ودي طبعا هتظبطيها، ده تبقى الصرف كده. ممكن كمان هتخلعي دي، هتخلعيها، نخلعها بقى مع بعض. هفصل واخلعها، هفصل بقى البتاع اللي بيتحط في كده. ولا اما هتحطي كده عشان ده، خلي بالك ده المدخل اللي بيخش في الصرف، فتحاولي تدخلي دي على قد ما تقدري. ما ينفعش تدخليها من دي وهتتلزق بقى اهي. شوفي هتدخلي من هنا مش هتخش، خلاص يبقى تخش بقى من هنا. تمام، ادي بقى دي الحته اللي هتخش فيها الصرف. طبعا كل ما تبقى ضيقه كل ما تبقى احسن. والناحيه دي بقى تحطي فيها الايه اللي هتشبك في الغساله نفسها. حاولي بقى تلفي فيها عفوا بقى عشان كنت بعمل في الغساله. حاولي تلفي عليها خيط او اي حاجه، وطبعا هتزنقيها هنا اهو او باي سمك، ودي هتدخل في الغساله وما فيهاش اي قطع يا جماعه. اي خرطوم دلوقتي ب30 وب35، خديهم بقى انت حوشي فيهم. لو عجبك الفكره، ودي طبعا الحته زياده، لو عجبك الفكره يا ريت تحطي لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.